بعد الفيديو دوت مستحيل تكسل تاني عن صلاة التراويح ان شاء الله. 3 حاجات هتاخدهم لما تصلي صلاة التراويح كاملة في رمضان. اول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يبقى انت يا معلم تختار المسجد على حسب مقدرتك وظروفك وشغلك. في مسجد ممكن بيصلي بربع، في مسجد ممكن يصلي بجزء كامل، لكن من اول ما الامام يقول صلاة القيام تكون انت واقف في الصف وتصلي معاه لحد ما يخلص الشفع والوتر كل يوم عشان تتكتب لك قيام ليلة. يعني اكنك من بعد صلاة المغرب فضلت تصلي لحد ما الفجر قال الله اكبر، طول الليل واقف بتصلي. ولو صليت ال 30 يوم فانت يقينا هتدرك ليلة القدر. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا يعني انت تكون مصدق ان انت هتاخد الجزاء ده، واحتسابا ان انت تكون منتظر الجزاء دوت من ربنا. يعني لما تقيم الليل في ليلة القدر اعظم من ان انت تقيم الليل في 83 سنة. وتخيل كده، من قام رمضان ايمانا واحتسابا برضو غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا مقصود هنا صغائر الذنوب مش الكبائر، لان الكبائر محتاجة توبة مخصوص. فالناس اللي بتنشط شوية في اول رمضان وبعد كده كسل، لا احنا عايزين ال 30 ليلة من رمضان قيام ليل. رتب دوت كده جوه مخك، في الشغل في البيت محدش يطلب مني طلب لما اذان العشاء يأذن انا خلاص بنسى الناس كلها وبتجه للمسجد